كل إنسان بيتولد على أرض البلد دي بيعشق ترابها وبيدوب في هواها لحد ما يوصل لمرحلة إن هو يتعرف على الإعلاميين ويقعد قدامهم ويسمع لهم. بتتبدل أحواله وكأن مسه السحر وكأن مسه الشيطان. أنا مش عارف، يعني أنا بحلم بيوم أصحى من النوم ألاقي الإعلاميين اختفوا، وإن الوطن ده بدون إعلاميين، وإن أي مسؤول عنده كلمة عايز يقولها للناس بيقولها هو مباشرة، والإعلامي مريح دماغه قاعد في جنب. طب إيه رأيكم لو ادينا للإعلاميين دول، لو الدولة مثلا فكرت تعطي الإعلاميين سنة بدون مرتب، أجازة سنة بدون مرتب، عشان تريحهم مننا سنة، مش تريحنا منهم سنة، وتقفل مدينة الإنتاج الإعلامي السنة دي، وأي مسؤول عنده مشكلة أو عنده خبر كويس أو وحش يطلع منه للشعب يقول، ويكتفوا بس بمذيع. يعني أفتكر مذيع النمر محمد سمير لما كان يطلع يقول نشرة الأخبار، كنت الواحد يحس بالفخر وهو قاعد قدامه كده بيقول الخبر وملوش دعوة، ما يجودش، يقول الخبر حلو يقول الخبر وحش، يبسط الناس يزعل الناس. المهم إن الناس بتحترم طلته، بتحترم طلعته، بتحترم إلقائه وأدائه. إنما النهاردة أنا معرفش هو الإعلامي ده عالم عشان يفتي في الدين، ولا دكتور عشان يفتي في الطب، ولا مهندس عشان يفتي في الهندسة. الإعلام النهاردة بيعمل كل سمك لبن تمر هندي، يعني شامل كامل.